تليفون. تمثال كمان زرع. انت فنان يا ابني. خارج ولا ايه؟ ايه؟ خارج؟ بقول لك لو سمحت، هتقعد اقعد ساكت. مش هتقعد ساكت ورينا عرض كتافك، انا مش ناقصك. ايه يا ابني كمية السجاير دي؟ يا عم انا اللي بشرب ولا انت اللي بتشرب؟ الله، جاي يوجع لي دماغي كتير السجاير ومش كتير السجاير. طب انت عارف اسم الراجل اللي اشتريت منه السجاير؟ مش عايز اعرفه. ولا هو يعرفك، لكن انت دفعت ثمن العلبة، هو خد الفلوس والمصلحة مشيت. يا عم انت عايز تقول ايه يا عم؟ ايه الكلام المكلكع اللي انت جاي تقوله لي ده؟ يا صاحبي الانسان عايش بمزاجه او غصب عنه في خدمة الانسان. انت عارف كوباية القهوة اللي انت بتشربها دي كم واحد خدمك من غير ما يعرفك؟ فلاح برازيلي، فلاح مصري محترم، عامل صيني اللي عمل لك كوباية القهوة دي. والله يا صاحبي احنا لازم نثق في حكمة القدر. الله، ما ينفعش كده. ارجوك كفايه، انا زهقان لوحدي وانت عارف المشكله اللي انا فيها، ما تقعدش تتفلسف عليا وتقول لي كلام ملوش دعوه ببعض. استنى عشان جاي رد على التليفون. الو، ايه يا ماما في؟ يا ماما طب ما انا قلت له ما ياخدهاش، طب خدها ليه يا ماما؟ يعني ايه خبطها يا ماما؟ يا ماما حرام عليه بقى، دي العربيه عليها اقساط، هو ما بيعرفش يسوق يخبط، خد العربيه ليه طيب؟ خلاص يا ماما اقفلي والنبي، اقفلي بس. في ايه؟ يا عم اخويا خد العربيه يا عم وخبطها. خلاص معلش ما تزعلش. ما عليها اقساط. طب انت عارف كم واحد يشتغل في العربيه اللي اخوك عمل بيها حادثه؟ المهندس الالماني والخبير الصيني، لا والمستورد المصري اللي جابها لك لحد هنا. يا عم انت بتهزر. وبعدين احنا لازم نثق في حكمه القدر، مش كده ولا ايه؟ فداك. بس عليها اقساط.